السنغال هي الأفضل لحد الآن، تليها غينيا الاستوائية، ثم المغرب وجزر الرأس الأخضر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ بالصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما لا تنسوا الدعوة لأهلنا وإخوتنا في فلسطين. اللهم سدد الرمي وشد السواعد وثبت الأقدام. نبدأ على بركة الله. المجموعة الأولى لدينا غينيا الاستوائية ونيجيريا والكوت ديفوار وغينيا بيساو. كما نرى في الصورة، غينيا الاستوائية 7 نقاط، ثم نيجيريا 7 نقاط، والكوت ديفوار 3 نقاط، وغينيا بيساو 0 نقطة. غينيا الاستوائية هي رقم 1 في هذه المجموعة. أما المجموعة الثانية نجد جزر الرأس الأخضر ومصر وغانا والموزمبيق. الرأس الأخضر الأول في المجموعة، تليه مصر بالحظ الذي لديها كما تعلمون، ثم غانا والموزمبيق. أما المجموعة الثالثة من بين المجموعات القوية جدا، السنغال والكاميرون وغينيا وغامبيا. السنغال رقم 1 لحد الآن، 3 انتصارات بدون أي هزيمة، ثم الكاميرون بعدها، ثم غينيا. أما غامبيا للأسف 3 خسائر وانهزامات. المجموعة الرابعة أنغولا، بوركينا فاسو، موريتانيا والجزائر. أنغولا الأول في المجموعة، تليها بوركينا فاسو، ثم الفريق الذي لم يقدره الجميع، موريتانيا، الذي هزم فريقا كبيرا مثل الجزائر. الحمد لله، كلنا إخوة وكرة القدم مجرد لعبة. أما في الأخير نجد الجزائر للأسف منتخب كبير جدا، نتمنى له مسيرة موفقة في المرات القادمة إن شاء الله. المجموعة الخامسة، مالي، جنوب أفريقيا، نامبيا وتونس. مالي يتصدر المجموعة، تليه جنوب أفريقيا، ثم نامبيا. أما تونس للأسف الشديد يغادر، ولا بأس، نتمنى له مسيرة موفقة. أما المجموعة الأخيرة نجد المنتخب المغربي، الكوت ديفوار الديمقراطية، زامبيا وتنزانيا. يتصدر المجموعة المنتخب المغربي، تليه الكونغو الديمقراطية، ثم زامبيا وتنزانيا. لعب المغرب دورا كبيرا في تأهل الكونغو الديمقراطية، كانت مباراة ممتازة حقا وعلى الأعصاب. ما رأيكم في كأس أفريقيا؟ ومن المؤهل للفوز بهذه الكأس؟ في المباريات القادمة سوف نتعرف عن الفريق الأكثر تأهلا للفوز بهذه النسخة. لا تنسوا كثرة الصلاة والسلام على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، اشتراك في القناة مع تفعيل الجرس، تعليق يحفزنا لنشر المزيد إن شاء الله. وكما لا ننسى الدعوة لإخوتنا في غزة، يعانون في صمت للأسف الشديد، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله تعالى أن يحدث أمرا في هذا.